بقينا في نص رمضان وانا حاسس ان انا تعبت، زحمه وصيام وضغط شغل. ده لسان حال ناس كتير مع ضغط الشغل في رمضان. اول ما نص رمضان يبدا يعدي نبدا نحس ان احنا ابتدينا نتعب، ونبدا نبص للحاجات السلبيه اللي حوالينا والحاجات اللي ناقصه. ودي حاجه طبيعيه لان مخنا دايما بيميل ناحيه الحاجات السلبيه اللي ناقصه اللي مش موجوده. بس هو رمضان من الحاجات الحلوه اللي احنا نتعلمها فيه هي طاقه الامتنان او قوه الامتنان، ان انت تبقى حاسس بالنعم اللي انت فيها وبتشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، وتبقى عارف ان النعم اللي عندك هي حلم لناس كتير. العربيه اللي انت راكبها ممكن تكون حلم لناس كتير، البيت اللي انت قاعد فيه ممكن يكون حلم لناس كتير. احنا اتعودنا ان احنا نبص للحاجات اللي في ايدينا كانها خلاص حق مكتسب، وبقينا نبص للحاجات اللي ناقصه اللي مش موجوده. ولو ان رمضان جه علشان يعلمنا الصبر ويعلمنا المرونه العصبيه، وان احنا نحس فعلا قد ايه احنا ممتنين لنعم ربنا سبحانه وتعالى. انا بشوف ان شهر رمضان ده هو شهر الشكر والحمد. والحمد مش ان انت بس تقول الحمد لله رب العالمين، هو الحمد بالكلام، ولكن الاهم من الكلام هو العمل. ربنا قال وقل اعملوا آل داوود شكرا، يعني الشكر بالعمل. وبداية العمل هو من جواك انت، ان انت تكون حاسس ان انت ممتن وراضي بكل اللي عندك، ما انتش باصص لنص الكوبايه الفاضي. بس في رمضان ما ينفعش يعدي من غير ما يكون عندنا حته الامتنان لكل النعم اللي حوالينا. طب احنا نعمل ايه علشان نكسر الروتين بتاع ان انا شايف ان انا تعبت وزهقت ورمضان تعبني والشغل تعبني؟ ممكن بكل بساطه كده قبل الفطار وانت بتريح غمض عينك 3 دقايق وقول الحمد لله انا حصل لي 3 حاجات حلوين النهارده. افتكر دايما 3 حاجات بس حلوه حصلت لك، ويمكن انت اكيد هتلاقي اكتر. دايما ركز على الحاجه الحلوه، بلاش تفتكر الحاجات السيئه وتعددها. في حاجات كتير حلوه حواليك بس انت اللي محتاج توسع نظرتك شويه. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لازيدنكم، وده وعد رباني. والشكر مش بس بان احنا نقول الحمد لله، الشكر بالعمل، وبدايه العمل بيبدا من جوانا احنا باحساسنا بالرضا والامتنان. اشوفكم على خير، سلام.